بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهديني ومتابعيني الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جاي لكم النهارده في فيديو جديد سهل وبسيط ولذيذ كده. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين الكيكة السهلة اللذيذة دي، كيكة اقتصادية. وهقول لك كده على كل أسرار الكيك وهقول لك كمان على ايه ازاي الكيكة بتاعتك تطلع ناجحة وفي نفس الوقت ما تهبطش منك وتبقى كيكة يعني هنودع بقى كل أسرار فشل الكيك، وكل أسرار برضو نجاح الكيكة بتاعتنا. تطلع معاكي كده هشة ومظبوطة وما تبقاش كده مكتومة، وتطلع كده بطريقة حلوة قوي تبسط أولادك وتشرف ضيوفك. بحاجة في 5 دقايق هتعملي كيكة جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. لو أول مرة بقى تشوفي قناتي اعملي لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات مطبخ أم عبد الله. شايفين الكيكة بتاعتنا ما شاء الله جميلة جدا جدا، طرية اهي، واللون من فوق ومن تحت حاجة كده جميلة ما شاء الله. نعملها بأبسط طريقة. تابع معايا الفيديو ونصلي كده على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ بالمكونات كده ونقول معايا كوبايتين ونص من الدقيق الأبيض، دقيق المنخول، دقيق جميع الأغراض يا جماعة. لازم يكون منخول كويس قوي مرة واتنين قبل ما تستعمليه، علشان الرطوبة اللي فيه ما تسببش خلل في الكيكة بتاعتنا. معايا كمان 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش يكونوا في التلاجة علشان الكيكة بتاعتنا برضو تبقى كويسة. ومعايا كمان معلقة من البيكنج باودر أو الكيك شيف الموجود عندك، بس الكيك شيف بيكون حلو جدا. ومعلقة صغيرة من الفانيليا. أنا حطيت كيسين صغيرين زي ما انتم شايفين كده، لأن الكيسين بيبقى يعني حجمهم قليل شوية. وكوباية وربع من السكر، وكوباية من الحليب الدافي، وكوباية إلا ربع من الزيت. لو عايزة الكيكة بتاعتك تبقى مسكرة قوي حط كوباية ونص سكر. لو عايزاها تبقى مظبوطة حط كوباية وربع زي ما أنا حطيت. لو عايزاها تبقى أقل حط كوباية واحدة من السكر ورشة الملح. وحطيت معلقة خل كمان كده في الآخر. بنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت البيض بتاعنا، وزي ما قلنا لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. حطيته بقى في بولة كده او في وعاية او في العجان اللي انت هتعملي بيه. وبعد كده بضيف عليه الفانيليا بتاعتي على البيض على طول. وبشغل كده المضرب بتاعنا. ده ممكن تعمليها في الخلاط، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي، بس هتاخد في ايدك وقت شوية علشان تطلع هشة معاكي كده. لو ما عندكيش مضرب كهربائي زي ده، زي ما قلنا تعمليها بأي حاجة من اللي قلنا عليها دول. هنضرب البيض مع الفانيليا كده، هنضربه قيمة 5 دقايق بس كده لحد ما يفك من بعضه زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده اهو. واحنا بنضرب كده بنسمي الله كده وبنصلي على رسول الله وبنذكر الله دايما كده عشان حاجتنا هتطلع فيها البركة وتبقى كويسة كده، واللي ياكلها هتبقى بألف هنا وشفا على قلبه. مش هنضرب البيض بتاعنا كتير. بعد كده بقى هتضيف عليه السكر. والسكر بتاعنا يا جماعة لازم يكون سكر أبيض، ما ينفعش تحطي من السكر الغامق اللي هو سكر التموين ده. وده سر من أسرار الكيكة بتاعتنا إنها تطلع فاتحة كده وتطلع حلوة. لازم السكر بتاعنا يكون سكر أبيض، مش لازم تحطي سكر بودرة، لا حطي سكر عادي بس لازم يكون سكر أبيض زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده. وهضرب بالمضرب بتاعي برضو. هنضرب السكر مع البيض كده قيمة 7 أو 8 دقايق لحد ما البيض والسكر بتاعنا يعمل فوم كده ويدخل فيهم هوا كتير، علشان الكيكة بتاعتنا تطلع مفتحة وهشة كده وكويسة معانا زي ما انتوا شفتوها معانا في أول الفيديو. زي ما انتم شايفين لحد ما القوام بتاعنا يطلع يبقى هو كده في نص المسافة لحد ما يطلع بالشكل اللي هو اللي زي قريب من اللي هو بتاع الكيكة الأسفنجية كده. تقدري تعمليها بالمضرب العادي لو ما عندكيش. بس هياخد منك وقت وغلبة شوية وهيتعب ايديكي شوية. بس لازم تضربي فيها كتير. يعني لو عملتها بايدك هتاخد في ايدك قيمة ربع ساعة كده ضرب، او خفقان او خفق يعني علشان تطلع بالفوم او بالقوام اللي انت شايفاه ده. انما المضرب الكهربائي بيسرع العملية شوية، وبتاخد قيمة 7 دقايق بس كده لحد ما تطلع معانا. عشان ندخل فيها هوا كتير، ودخول الهوا فيها كتير بيخليها تطلع هشة كده ومفتحة وعالية معانا. هتبقى معانا بالشكل ده كده.
لو عملتِ الكيكة بتاعتنا بالطريقة أو بالطرق اللي إحنا قُلنا عليها دي، هتطلع الكيكة بتاعتِك معانا عالية ومفتحة وهشة وجميلة جدًا. أمّا بقى لو هبطت منِّك أو طلعت مش كويسة معاكِ، فاعرفي إن حصل خلل معاكِ. الخلل إن هو إن أنتِ مثلًا ما دخّلتيش فيها هوا كتير، أو أنتِ بتعملي بتضيفي المكونات التانية، أو بتضيفي الدقيق مثلًا ضربتِ فيها كتير برضه خرّجتِ الهوا منها، أو فتحتِ عليها البوتاجاز، أو علّيتِ البوتاجاز عليها، علّيتِ النار عليها، فما طلعتش معاكِ كويسة، أو النار بتاعتِك طلعت هادية، ما كانتش النار المضبوطة بتاعتِك، أو الفرن بتاعِك مش مضبوط. فكل دي حاجات بتخلّي الكيكة بتاعتنا تطلع مش كويسة معانا أو تطلع هابطة. زي ما أنتم شايفين ضربت فيها لحد ما طلعت بالطريقة دي أو بالشكل ده كده. بعد كده هاضيف الكوباية إلا ربع من الزيت بتاعنا، وهاضرب فيهم كده ضربتين خفاف علشان ال القوام بتاعنا أو الفوم بتاعنا أو الهوا بتاعنا اللي دخلناه في الكيكة بتاعتنا ما يخرجش منها كتير. وبعد كده ضِفت برضه الحليب بتاعنا زي ما أنتم شُفتوا كده، وضربتين برضه خفاف زي ما قُلنا. وبعد كده باضيف المعلقة من الخل بتاعنا، ومعلقة الخل ديّة بتساعد على تفتيح الكيكة بتاعتنا وارتفاعها، وفي نفس الوقت بتشيل الزفارة من البيض. الخل حلو جدًا يا جماعة، ما بيخلّيش الزفارة تبقى موجودة خالص في البيض بتاعنا، وخاصةً البيض بتاعنا بيض وزارة مش بيض اللي هو البيض البلدي. بعد كده باضيف الدقيق بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده، باكون حطيت عليه البيكنج باودر والملح بتاعنا، وباضيف الدقيق بتاعنا واحدة واحدة كده، باضيفه على مرتين. وباستعمل بقى هنا باستعمل المضرب اليدوي، ما باستعملش كتير، ما باضربش كتير. بتضربي بس لحد ما تلاقي الدقيق اختفى بس كده مع المكونات بتاعتِك، لحد ما بقى بالطريقة أو بالقوام اللي أنتِ شايفاه كده. ما بنضربش كتير علشان الهوا ما يخرجش من العجينة بتاعتنا أو من السائل بتاعنا أو من الخليط بتاعنا، علشان بتطلع برضه هشة ومرتفعة وخفيفة معانا كده. بعد كده بنكون مجهزين الصينية بتاعتنا، ولازم نكون مبطنينها بنقطة زيت بقى أو حتة زبدة وشوية دقيق زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وتبطين الصينية بيبقى حلو جدا يا جماعة، بيخليش الصينية بتاعتنا لا تلسع ولا تتحرق من تحت، وتاخد اللون الجميل. بعد كده بنضيف عليها الخليط بتاعنا، خليط الكيكة بتاعنا. بتنزلي بقى المعلقة اللي هي السيليكون دي حلوة جدا، بتنزل كل المكونات وكل الخليط من البولة أو الوعاية اللي انت عاملة فيها، وما بتسيبش فيها أي أثر. بعد ما بنكون طبعًا مجهّزين الفرن بتاعنا مولعينه قبلها قبل ما نبدأ في الصينية بتاعتنا أو في الكيكة بتاعتنا. لازم يكون الفرن بتاعنا سخن. بندخّلها على درجة حرارة 180. بتاخد معانا في الفرن حوالي ساعة إلا ربع، أو على حسب الفرن بتاعك ممكن تاخد ساعة، ممكن تاخد نُص ساعة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعِك. هي خدت معايا ساعة إلا ربع. ما ولّعتش عليها الشواية زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، حطيتها في الرف الوسطاني. طبعًا قبل ما الساعة إلا ربع بتنتهي ب5 دقايق أو 10 دقايق بتفتحي الفرن بسيط كده، وبشوكة بتختبريها. أنا كنت اختبرتها قبل ما أوريها لكم. بتطلع بقى الشوكة بتاعتِك سليمة كده أو نضيفة ما فيهاش عجين، تعرفي إن الكيكة بتاعتِك استوت وبقت جميلة. زي ما قُلنا ما بنولّعش عليها الشواية، ما بتحتاجش لشواية، هو صهد الفرن بيحمّرها من فوق ومن تحت. بعد كده بتطلّعيها بقى. طيب وأنتِ بتختبريها كده، لو لقيتِ الشوكة أو الخلة بتاعتِك أو المعلقة أو أي حاجة اللي أنتِ بتختبريها بيها لقيتِ لسه فيها عجين، بتعملي إيه؟ بتقفلي عليها الفرن تاني وبتسيبيها كمان قيمة 5 دقايق أو 10 دقايق. بعد كده بقى بتطلّعيها وبتشوفيها برضه، بتطلع معانا بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله الكيكة مرتفعة وجميلة جدًا، ومن فوق ومن تحت لونها حلو أوي، وطعمها كان أحلى وجميل بصراحة. كل اللي تقدري تقدّميها بقى لأولادِك وهُم بيذاكروا داخلين على امتحانات نُص السنة أهو، محتاجين حاجة زي دي. تقدري تقدّميها لضيوفِك، تقدري تقدّميها ممكن مش لازم في امتحانات، في الوقت العادي خالص مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بحليب، أو مع كوباية حليب عادية خالص كده. لأ جرّبيها بقى بالطريقة دي. لو عجبِك الفيديو اعملي لايك واشتراك، وفعّلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلِك منّي كل جديد من فيديوهات مطبخ أم عبد الله. استنوني في فيديوهات جاية كتير. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.